في امهات تشكي ان ابنها مثلا سخن او بيكح او بيرجع، وتقول لك بص يا دكتور هو مفيش اعراض تانية. اقول لها طب ما هو محتاج يتفحص عشان نحدد السبب. تقول لك هيتفحص ليه، هو اصلا ما عندوش اي اعراض تانية. يا مدام حضرتك الاعراض نوعين، في اعراض انت بتشوفيها او بتشكي منها، وفي علامات انا بس اللي اشوفها. لازم افحص الطفل سواء بالنظر، سواء بالسماعه، سواء بايدي على بطنه، سواء بالمنظار في ودانه، سواء في زوره. يعني في حاجه اسمها علامات. انت لما تقول الطفل سخن، ما السخونيه دي ليها كذا سبب: التهابات مسالك بوليه، التهابات اذن وسطى، التهاب شعبي، التهاب بالحلق، في ألف سبب يعمل سخونيه. فمجرد ان انت بتشكي ان في سخونيه، ده مش معناه ان مفيش حاجه تانية. لو الطفل ده او الانسان ده عنده علامات صعوبه في التنفس، انت اصلا ما تعرفيش ايه هي. الطفل ده لو عنده التهاب رئوي، انت اصلا ما تعرفيش ايه هي الاعراض. الطفل ده لو عنده جفاف، انت اصلا ما تعرفيش ايه الاعراض. فمجرد ان انت بتشكي من حاجه زي السخونيه او الكحه او غيرهم، ده مجرد البدايه، وبعد كده بنفحص نلاقي حاجات تانية. لو واحد بطنه بتوجعه، اروح اديله مسكن واسيبه؟ مش يمكن يطلع عنده الزايده، اسيبه بقى تفرقع في بطنه، اديله مسكن واسيبه يموت لوحده كده؟ ولا ان انا افحصه اشوف هي الزايده ولا حصوه ولا مراره، صح ولا لا؟ وبالتالي مجرد ان انت بتشكي من عرض، ده مش معناه ان هي دي نهايه الحاله. ده دي البدايه، دي اللمبه اللي بتنور وتقول لك روحي اكشفي عشان نشوف الانسان ده او الطفل ده عنده ايه. تمام؟ اتمنى تفهموا النقطه دي كويس. شكرا.